بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بصحة جيدة وبخير. النهاردة هنعمل مع بعض الفطائر بالسمسم أو قرص بالسمسم أو أي حاجة تسموها كده، يعني حاجة كده خيال، ناعمة جدا طرية جدا وهشة جدا وطعمتها ما تتوصفش. يعني هتجربيها هتشوفها بقى طعمها جميل جدا، تنفع معاكي كده على الفطار الصبح، او تنفع معاكي ولادك ياخدوها معاهم في السندوتشات في اللانش بوكس. يعني بنبقى محتارين زي ما احنا كالعادة، بنعمل الحاجات اللي هي البسيطة السهلة اللي ممكن تنفعنا في اي وقت، ناكل منها في الفطار او في العشاء او مع سندوتشات ولادنا وهم رايحين المدرسة. كده معايا كوباية من المية، هحط حوالي كوباية ونص من المية يعني في الأول، لحد ما نشوف العجينة بتاعتنا هتحتاج مية قد ايه سوائل. حطيت على الكوباية ونص من المية باكت من الخميرة الفورية. المقادير بتاعتها سهلة جدا واقتصادية جدا، موجودة عندك في كل بيت وممكن تحط لها بدائل. حطيت يعني كوباية ونص من المية، عليهم نص كوباية من السكر، عليهم باكت من الخميرة. هنبوش بقى السكر مع الخميرة كده. لو انت خايفة ان الخميرة بتاعتك تكون مش كويسة او مش هتبقى يعني شغالة، ممكن تختبريها قبل ما تعجني بيها خالص. حطيت بقى يعني 3 معالق من اللبن البودر، عليهم معلقة من الفانيليا، معلقة 2 باكت من الفانيليا ومعلقة من الخل الأبيض، الخل اللي احنا بنحتاجه يعني في المطبخ. هحط معلقة الخل دي بتدي يعني هشاشة، وبتبقى يعني بتحاول ان هي بتبقى بتبيض من العجينة بتاعتنا، بتديها لون فاتح. يعني معايا تلت كوباية من الزيت، هحط يعني الكمية كلها ما عدا معلقة واحدة، هسيب معلقة هسيبها للآخر كده، هنحتاجها معانا في العجينة. معايا كيلو من الدقيق منخول قبلها طبعا. هنعمل بقى العجينة، يعني هتطلعي طاقتك السلبية كلها في العجينة. لازم تعجني في العجينة كويس علشان تديكي النتيجة كويسة. يعني هتلاقي العجينة معاكي هشة جدا خفيفة جدا في الآخر. ده بقى مع العجن الكويس. انا جبت بقيت نص كوبايه الميه اللي كانت فاضله معايا، انا ما حطيتهاش في الاول، وهحطها في طبق كده وانا بعجن. يعني العجينه بتاعتي ممكن تحتاج معايا كوبايتين لكوبايتين وربع كده، يعني على حسب نوع الدقيق بتاعك. يعني الدقيق بتاعك لو لقيتيه ان هو بيحتاج بيشرب سوائل كتير، فيعني اديله، بس ما يكونش مرة واحدة، يعني اديه واحدة واحدة كده واعجني لحد ما تلاقي العجينة معاكي لا تكون ناشفة قوي ولا تكون طرية قوي اللي هي بتلزق معاكي قوي. العجينة بتاعتي انا عايزاها فيها تلزيقة بسيطة. شايفين معلقة الزيت اللي انا سبتها في الاخر اهي انا حطيتها، بس بعد ما عجنت بقى كويس ولقيت ان العجينة بتاعتي يعني بقت ناعمة معايا وطرية جدا. يعني التلزيقة بتاعتها خفيفة جدا، مش تكون يعني ناشفة وما تبقاش ناشفة، وتبقى التلزيقة بتاعتها خفيفة، ما تبقاش بتلزق قوي. معايا العجينة اهيت خلاص خلصتها. هغطيها بقى، هديها مسحة زيت من على الوش وهغطيها بالاسترتش، واحطها بقى كده في مكان يكون دافي طبعا. احنا دلوقتي في التوقيت الشتوي. انا حطيت في الاول الميه دافيه يا جماعه، عشان احنا دلوقتي بقينا في الشتاء، فالميه بحطها دافيه عشان تساعد معايا في التخمير على طول. ده نسيت اقولها ملحوظه، يعني نسيت اقولها لكم في الاول. معايا بقى العجينه بعد ما خلصتها وخمرت ما شاء الله، الخمر بتاعها وناعمه جدا وشكلها كان جميل جدا بعد ما خمرت. هنقسم بقى العجينة لقسمين اتنين عشان نعرف ان احنا نقسم العجينة. ممكن تقطعيها وهي في الطبق عادي، يعني انا بحب ان انا اقطعها كده قدامي وهي على الرخامة بتاعتها نضيفة طبعا، ببقى مسحها كويس ونضيفة. هقطع بقى القطع بتاعتنا. انا هكورها كده حوالي، الكرة بتاعتي حوالي يعني اقل من البرتقانة، يعني شوية او قد حجم البيضة مرتين اتنين. يعني التقطيع بقى ده على حسب الذوق بتاعك، ان انت تقطعي العجينه كبيره او تقطعيها حجمها يكون صغير. انا عايزه الفطيره بتاعتي ما تبقاش كبيره قوي. يعني احنا عندنا اطفال بتبقى في البيت، بتبقى مثلا اللي ياخد واحده تبقى على قده ما يفوتش منها وتترمي. نعمل الحاجه يعني على الحجم بتاعت الطفل. كده هنقطع بقى الكميه بتاعتنا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا بحاول ان انا اقطعها تكون تقطيعتها تكون متوسطه، وبعدين اركنها. اهم حاجه بعد ما انت بتقطعيها بتغطيها بالاسترتش او بكيس نايلون من بتاع التلاجة علشان وشها ما ينشفش معاك. شايفين حجم التقطيعه بتاعتي؟ ده الحجم اللي انا عايزاه. ما شاء الله عملت معايا كميه حلوه، كيلو الدقيق. فقطعتها وسبتها بقى كده، يعني على ما خلصت تقطيع الكميه كلها بدأت من اول واحده انا عملتها قطعتها. هاجي بقى هفردها، هعملها رول، يعني رول صغير، وبعد كده هسيبها كمان شوية ترتاح. يعني على بال ما اخلص اول واحدة اخر واحدة ابدأ بقى في اول واحدة على طول، علشان تكون ارتاحت معايا العجينة
وافردها معايا يعني تبقى بتفرد نفسها كده بكل سهولة. انا غطيتها زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما بقطع بروح سايباها يعني ترتاح، وعشان ما تنشفش معايا او وشها ينشف معايا. طبعا احنا دلوقتي الجو بدأ يبرد، فتلاقي العجينة معاكي تنشف معاكي على طول. فحاولي انتي اي عجين تعجنيه تغطيه على طول كده معايا. بقى انا الرول اللي انا كنت مقطعاه يعني وعاملاه رول صغير، هنفرده كده. شايفين الرول بتاعي فردته يعني على اخر يعني ما معايا، او على قد ما العجينه بتاعتي فردت معايا. لو لقيت العجينه بتكش معاكي وما بتفردش، سيبها ترتاح شويه 10 دقايق كده، لان العجين في الشتاء بيحتاج ان هو يرتاح اكتر من الصيف. معايا بقى زي ما انتوا شايفين كده عملته. يعني بعد ما لفيتها رول عملتها لفيتها يعني جيت من النص ورحت ملفاها حوالين نفسها كده، او ممكن تعمليها وهي على الرخامه وتلفيها زي ما انتوا شايفين. دي بقى ممكن تعمليها اشكال كتير زي ما انت حابه. انا جبت معايا كوبايه من الميه، عليها معلقتين كبار من السكر، وهنبوش السكر كده في الميه، ميه عاديه من الحنفيه مش سخنه ولا حاجه. وبعدين نحط فيها القرصه بتاعتنا او الفطيره اللي احنا عملناها بالشكل ده، علشان انا هحطها في السمسم. معايا كوبايه سمسم متحمصه، هحطها من الميه بسكر وانزل كده في السمسم. نيجي بقى ممكن بدل ما تحطي ميه ممكن تجيبي حليب، يبقى كوبايه حليب وتحط عليهم سكر، معلقتين سكر، وتروح حطاهم كده وحاطه الفطيره فيها، وتروح حطها في السمسم على طول. ده بقى عشان السمسم بتاعك يلزق معاكي على طول. وممكن تحطي عسل، معلقتين عسل اسمر على نص كوبايه من الميه وتبوشيهم فيها، او تخليه زي الميه كده سايل، وبعدين تعمليها كده نفس يعني مش ميه بس، ممكن حاجات تانية كتير تعمليها فيها. وممكن تحطي في العجينة اي مادة سايلة خلاف المية، ممكن تحطي لبن، ممكن تحطي زبادي، ممكن تحطي شرش جبنة بس ما يكونش منضاف عليه خل، عشان ما يبوظش معاكي العجينة وتخليها تبقى مش كويس. معايا بقى كده ما شاء الله عملت الكمية كلها بالشكل ده. ممكن تشيل السمسم وتحط وتعمليها سادة كده من غير اي سمسم على الوش كده، او ممكن تعمليها ترش عليها حبة البركة. الاضافة اللي انت حابة تضيفيها ضيفيها فيها، ده ذوقك انت واختيارك انت والحاجة اللي انت بتحبيها، ما ترتبطيش بالحاجة اللي انا بعملها فيه. لفيتها كده زي ما انتوا شايفين. اهم حاجه وانت بتقفليها من بعد الاطراف مع بعضها تقفليها كويس علشان ما تفكش معاكي وهي بتستوي، او بعد ما تحطيها في الميه، لان لو جت عليها الميه وانت بتحطيها في الميه بسكر ممكن تفك معاكي ما تعرفيش تلزقيها تاني. شايفين بقى الرول انا بحاول ان انا ارفعه يعني يكون السمك كله قد بعضه، ما يكونش ياما تخينه او ياما رفيعه، علشان تبقى شكل الفطيره بتاعتي تبقى كويسه وتبقى بحجم واحد. هنعمل بقى الكمية كلها بالشكل ده. ما شاء الله بعد ما عملتها كانت ريحتها جميلة جدا، وكان طعمها تحفة. يعني عجبت ولادي وخدوا منها معاهم وهم رايحين المدرسة. كانت جميلة جدا. وممكن بقى تحشيها عجوة، تعمليها بأي شكل انت عايزاه. ممكن نعملها مع بعض في فيديو تاني. عملت بقى شكل عملتها بالسمسم، وعملت حبة من غير سمسم لان بنتي قالت لي مش عايزة بالسمسم، فعملت لها شوية كده من غير سمسم. شكلها وهشة جدا. الفرن بتاعي يكون ساخن مسبقا يا جماعه. انا ما جبتش حته الفيديو لان كنت بصراحه بصورها بالليل، وسويتها في الفرن. الغاز بتاعي كان على السطح فوق، فالاضاءه ما كانتش يعني قد كده، فانا ما رضيتش بقى اجيب التسويه. هقول لكم على التسويه بتاعتها تكون على درجه حراره 180، وتكون الفرن بتاعك ما يكون سخن مسبقا. مش هتقعد معاكي حوالي 10 دقايق وهتطلع على طول، مش هتاخد وقت في التسوية خالص. يا رب الفيديو بتاعي يكون سهل وبسيط كده وخفيف على قلبكم، واشوفكم في الفيديوهات اللي جاية، ويا رب اللي جاي يكون احسن. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.